ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم في مطبخ السعادة، في فيديو جديد معانا ان شاء الله. هنعمل النهاردة طريقة عمل الفول المدمس في البيت بأسهل طريقة عشان دخول رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وانتم عارفين طبعا ان السحور يعني الفول. اللهم صل على سيدنا محمد. الفول المدمس بيبقى مغذي جدا، وطبعا احنا لما بنتسحر بيه بنحس بشبع طول النهار. ومعانا هنا يا حبايبي المكونات بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. معانا نص كيلو فول احنا بلينه لمدة 24 ساعة، وكل 3-4 ساعات بنغير له المية. وحطينا 3 معالق فول مدشش، ومعلقتين بابريكا، وطماطمايه متقطعة، وليمونايه احنا قسمناها نصين بس ما بنعصرهاش، بنحطها زي ما هي. وزي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو المية لازم تكون بتغلي، وبنعلي المية ليه جدا، يا دوبك بنخلي الجزء اللي انتوا شايفينه ده هو اللي من غير ميه. زي ما انتوا شايفين معانا لازم تكون الميه بتغلي، وبنرفعه على النار. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا حطيناه على النار. اول بقى هو هيغلي معاكي، اول ما يغلي هتروحي موطيه له النار، وهتسيبيه على النار 3 ساعات، لان احنا بلينه 24 ساعه. زي ما انت شايفه معانا اللون بتاعه فاتح وجميل. اللهم صل على سيدنا محمد. وزيت الزيتون الحلو معانا هيخليه في حتة تانية، وعصرة الليمونة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحط هنا رشة الكزبرة بالكمون، ورشة الملح. وهنديله بقى زي ما انتوا شايفين كده تقليبة حلوة، بس الطعم خطير. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا هنا الطحينة، وبألف هنا وشفا.